محمد، مساء الخير، كيف هي الأجواء قبل انطلاق هذه الودية؟ مساء الخير عمر، مساء الخير لضيفك جبير بيا، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. بالفعل هنا في ملعب سان دوني الذي سيحتضن أيضا نهائيات كأس أوروبا 2016. الكل ينتظر هذه المباراة، مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب ألمانيا، والتي تجري تحت شعار الإجراءات الأمنية المشددة. ذلك على أن منذ أمس والإجراءات أمنية بشكل كبير حول الملعب، حول أيضا مقر إقامة المنتخبين، وخاصة أن المنتخب الألماني اليوم حيث أن السلطات الفرنسية تلقت إنذار بوجود قنبلة في مقر إقامة المنتخب الألماني، مما اضطر المنتخب الألماني إلى الخروج صحبة ساكني أحد الفنادق في الدائرة 17 هنا في باريس، على أساس أن تعطى الأهمية للأمور الأمنية. وبذلك خرج كل الوفد الألماني بالإضافة إلى كل قاطني الفندق إلى الخارج، وبذلك جواكيم لوف المدرب ارتأى أن يذهب بفريقه إلى أحد المطاعم، وبالتالي فأصبح الآن التهيئ فشيئا ما طاغي عليه الهاجس الأمني، فمحيط الملعب كله فهو إجراءات أمنية جدا مشددة، والكل يرجعون إلى نهاية كأس العالم من 98 وما خلفته الأحداث التي شهدتها فرنسا خاصة من قبل الجمهور الألماني.